لو ما دفعتش هقطعك. ما دفعتش يوم الخميس خلاص. اخدتها من مصر لحد ليبيا يومين بالظبط، وبعد كده رحت التخزين بتاع البحر والدنيا دي، فقعدت 10 ايام، فركبت البحر قعدت 3 4 ايام. بعد كده الحكومه الليبيه مسكتنا قعدتنا شهرين في السجن، فبعد الشهرين ترحلنا مصر. قعدنا في مصر اتبهدلنا شويه برضه، قعدت في مصر بتاع 20 يوم، فما حبتش القعده من كلام الناس والدنيا دي، فرجعت تاني. وانا رجعت تاني حصلت برضه خطف وحاجات من دي، فاتخطفت. قعدت 50 يوم مخطوف، كنا 9. 50 يوم مخطوف؟ والله 50 يوم مخطوف اقسم بالله، ضرب واهانه. دراع لحد دلوقتي متعلم فيه بالسكاكين والحاجات، ويصور يبعتوا لاهلنا. دفعت 25,000 دينار، كانت عامله ساعتها 100,000 مصري، دي كانت دفعه لوحديها. فالمهم المده طولت عشان الدفع وكده، فالاهل ما كانوش عارفين يجيبوا منها. كان يوم 3 قال لي معاك لحد الخميس، ما جيتش عن اعضاء بشريه على طول. يعني قالوا لاهلك لو ما ايوه قالوا كده، قالوا لي انا هيقطعوك. شخصيا، وراني التخزين بتاع الجماعه السودانيين قال لك لو هناك. ما دفعتش هقطعك. ما دفعتش يوم الخميس خلاص، الفلوس كانت يوم الاربعاء اخر النهار واصل. في ناس فعلا حصل فيهم كده؟ حصل كتير مع مصريين كتار برضه. يعني لما الفلوس اتدفعت بعدها ب3 ايام ودانا على اول ليبيا ورموني في الشارع. كلمت واحد عشان يجي ياخدني، خدنا قعدنا عنده يومين والدنيا دي لحد ما رحت التخزين. رحت التخزين بقى ضرب برضه واهانه، وكنا اكتر من 3000 واحد، وكل ده ما حدش بيقدر يتكلم. وبعد كده وصلنا البلد هنا بعد 6 رحل، كانت اهانه ملهاش حل. كل ده ومتكلف عليا يجي 12,000 يورو. 12,000 يورو؟ 12,000 يورو من ليبيا لحد هنا، والناس مفكر المجيء بالساهل، مفيش حاجه بتيجي بالساهل.